الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبصرة لأولي الألباب، وأودعه من فنون العلوم والحكم العجب العجاب، وجعله أجل الكتب قدرا، وأغزرها علما، وأعظمها نظما، وأبلغها في الخطاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرباب الذي عنت لقيوميته الوجوه وخضعت لعظمته الرقاب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى خير أمة بأفضل كتاب، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأنجاب. وبعد، فقد قرأ علي الأخ في الله عبد الملك عبد الواحد دغندار ختمة كاملة للقرآن الكريم برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، غيبا من حفظه بالتحرير والتجويد التام، مع حفظه منظومة الجزرية وتلقيه شرحها تلقيا دقيقا لمدة 10 أيام. ولما أنعم الله تعالى عليه بإتمام ذلك كله استجازني فأجزته أن يقرأ بذلك ويقرئ من شاء متى شاء، مع التثبت والمراجعة إجازة صحيحة بعبارة صريحة. وأخبرته أني تلقيت هذه الرواية بفضل الله تعالى بعد حفظي للقرآن الكريم على فضيلة الشيخ خالد بن عثمان اليمني حفظه الله تعالى وأمد في عمره ونفع به الإسلام والمسلمين. وأخبرني أنه تلقاها على شيخه القارئ عبد الله صالح صنعان، وهو عن فضيلة الشيخ الدكتور العلامة المقرئ أيمن رشدي سويد حفظه الله تعالى. وأخبره أنه تلقاها مع غيرها من الروايات والقراءات على مشايخ الإقراء في الديار الشامية والمصرية. فأول ما قرأ على فضيلة الشيخ محي الدين بن حسن الكردي الدمشقي حفظه الله تعالى، ثم على فضيلة الشيخ محمد بن طه الدمشقي، ثم على فضيلة العلامة الشيخ عبد العزيز محمد علي عيون السود رحمه الله تعالى، أمين الإفتاء وشيخ القراء في مدينة حمص. عن مشايخه، عن إمام الكوفة عاصم ابن أبي النجود، وهو على أقرأ التابعين، أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي، وعلى زر بن حبيش بن حباشة الأسدي، وعلى أبي عمرو سعد بن إلياس الشيباني. وقرأ هؤلاء الثلاثة على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي والزر أيضا على أميري المؤمنين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. وقرأ السلمي أيضا على أبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما. وقرأ ابن مسعود وعثمان وعلي وأبي وزيد رضوان الله تعالى عليهم، على صاحب القدر والجلالة ومهبط الوحي والرسالة، خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، نبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، عن إمام الملائكة المقربين والروح الأمين جبريل عليه السلام، عن رب العزة تبارك وتعالى جل جلاله، وتعالى جده، وجل ثناؤه، وتقدست أسماؤه، ولا إله غيره. وهذا الإسناد من أعلى الأسانيد اليوم لرواية حفص عن عاصم، حيث أن بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 رجلا، كل منهم مشهور بشيخ قراء زمانه أو بلده، مشهود له بالتحقيق والتدقيق، فالحمد لله رب العالمين على ذلك. هذا وأوصي الأخ المجاز بتقوى الله تعالى في نفسه وأهله، فالذي يلزم حامل القرآن الكريم من التحفظ أعظم مما يلزم غيره.
كما أن له من الأجر ما ليس لغيره. وأسأل الله تعالى أن ينفعه وينفع به وينشر القرآن على يديه. وأسأل الله تعالى أن يجعله عالما فاضلا، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن وحملته حتى نكون من أهل الله وخاصته مع عباده المصطفين الأخيار ممن حفظ الله عليهم القرآن وحفظهم به. وإني أتضرع إلى الله العلي القدير أن يتم علينا نعمه ظاهرة وباطنة، إنه تعالى قريب مجيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.